فما أسوأ التفريط في زمان الغنيمة، وما أسوأ النوم في زمان اليقظة، وما أسوأ اللعب في زمان الجد والاجتهاد. وإن وضع الشيء في غير موضعه إن دل فإنما يدل على سفه صاحبه وطيشه وحمقه. وما أكثر الحمقى في دنيا الله رب العالمين، وما أكثر السفهاء في ديار المسلمين، حيث يضيعون أعمارهم ويضيعون أوقاتهم فيما لا يجدي ولا يفيد. وإن الأشياء لا تعرف على حقيقتها إلا عند معاينة أقدارها وحضور أوزانه، وعند العلم بشرفها وفضلها وقدره، فقد ترى الشيء لا تأبه له ولا تعبأ به. وعند معرفة ثمنه وقدره ومعاينة جوهره وفضله تنجذب له نفسك وتتطلع إليه جوارحك ويهفو إليه قلبك وتنجذب إليه نفسك. وقد ضرب في ذلك مثل قديم، وهو أن رجلا كان يحرث أرضه فوجد حجرا غريبا، فأخذ الحجر بجهله فوضعه أمام بيته، لا يدري له قدرا ولا يعرف له شرفا وفضلا، فألقاه على باب بيته هكذا. فمر به رجل عرف فضل ذلك الحجر وقدره وشرفه، فطرق على صاحب الحجر باب بيته وقال: يا هذا بعني حجرك. فقال: بكم تشتره؟ قال: بما تريد؟ فقال: أريد فيه 1000 درهم. فقال: ذاك الذي تريد؟ قال: نعم. قال: خذ دراهمك وأعطني حجري. فأخذ الحجر وهو عالم بقيمته وعالم بشرفه وفضله، فما هي إلا أيام قلائل، وصار ذلك الرجل من أغنى أغنياء قومه ومن أثرى أثرياء حيه. فأخذ الناس يبحثون من أين جاءه ذلك الغنى وذلك الثراء، فعلم أن الحجر وراء ذلك كله. فلما أخبر صاحب الحجر الذي وجده في أرضه قال كلمة حكيمة، قال: لقد كوفئ الرجل بعلمه وعوقبت بجهله. فكم من إنسان يعاقب بجهله فيضيع أغلى ما يملك وهو لا يدري، وكم من إنسان يكافأ بعلمه فيغتنم الغنيمة الباردة بغير ما بذل ولا تعب ولا جهد،